مستحيل تتكلم انجليزي بطلاقه لو بتذاكر بنفس الطريقه اللي علموها لك في المدرسه. عارف ليه؟ عشان دي هتبقى النتيجه. I am sorry I don't speak English very good. كلنا جربنا نفس الطرق الغلط، ان انت تحفظ كلمات منفرده وبعدين تذاكر قواعد الجرامر وبعدين تقول لنفسك انا هحاول اكون جمل باستخدام الكلمات والقواعد دي، وبعد كل التعب ده تكتشف انك في الاخر مش قادر تقول جمله صح على بعضها. وصدقني والله المشكله عمرها ما كانت فيك، المشكله في الطريقه اللي انت بتتعلم بيها او مصر انك تتعلم بيها. والحقيقه اللي انت لازم تعرفها ان الانجليزي مش بيتبني كده، دماغك مش معموله عشان تحفظ كلمات منفرده وتكون بيها جمل، دماغك بتشتغل بجمل جاهزه بالظبط زي ما اتعلمت تتكلم عربي. وخليني اسالك سؤال، وانت صغير هل اتعلمت تتكلم الاول ولا ذاكرت قواعد النحو وبعد كده اتكلمت؟ طيب هل اهلك علموك ان ده فاعل وده مفعول به وده فعل؟ طب والطفل اللي اتولد في امريكا تفتكر اتعلم جرامر عشان يقدر يتكلم انجليزي؟ والاجابه طبعا لا. وعلشان كده عملنا سيستم كامل عباره عن جمل جاهزه من الحياه اليوميه اللي فعلا هتحتاجها، سواء كنت بتعرف نفسك او بتتكلم عن هواياتك او حتى في جوب انترفيو او في بزنس ميتنج. يعني كل الجمل اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش. ده حتى انا اعمل لك جمل لو حبيت تتخانق بالانجليزي. وكمان عشان اسهل عليك هتلاقي كل الجمل متقسمه حسب المواقف، وكمان متسجله باكسنت امريكي 100%. وكمان هتلاقي كتيب بيحتوي على خطه يوم بيوم عشان ما تتلخبطش او تتشتت. وكمان عمل لك فيديو مدته 31 دقيقه بيشرح لك المجموعه دي بالتفصيل. ومش بس هتاخد كتاب، انما كمان كورسات محادثه ونطق عشان تطبق كل اللي بتتعلمه عملي في مواقف حقيقيه. وهخليك تتعلم انجليزي بنفس الطريقه اللي الاطفال بتتعلم بيها، وهتحس بالفرق من اول اسبوع. وعشان تبقى فاهم ان احنا مش بنقول اي كلام وخلاص، اكتر من 200,000 طالب جربوا السيستم ده في الوطن العربي، والناس دي كلها بدات من الصفر من غير ما يملوا او ينسوا. وطبعا النسيان انا عامل لك كتيب مخصوص ليه، وبعد ما تطبق التكنيكس اللي في الكتيب ده مستحيل تنسى اي حاجه. ونسبه كبيره من الناس دي كلها بتتكلم بطلاقه دلوقتي. والفرق ما بينك وما بين الناس دي انهم اخذوا خطوه. اضغط على اللينك دلوقتي واحجز نسختك من سيستم اهم 5000 جمله هتحتاجهم في الانجليزي، وابدا الرحله اللي مش بس هتغير لغتك انما ان شاء الله هتغير حياتك.